مرحبا، كيفكم؟ ورجعت لكم فيديو جديد، وفيديو اليوم راح يكون عرض مشتريات المدرسة. قبل ما نبلش الفيديو اليوم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة والضغط على زر السبسكرايب، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم اشعار، خصوصا انه جاي فيديوهات المدرسة وانتم اكيد متحمسين لفيديوهات المدرسة. بحضر لكم افكار كتير حلوة، وكمان كل عام وانتم بخير. قربت المدرسة، باقي لنا اسبوع او اقل وتيجي المدرسة. هلا رح ابلش واعرض لكم مشتريات المدرسة. يلا هلا اول حاجه رح نبلش بالشنطه، فخليني اورجيكم الشنطه اللي جبتها. هو انا جبت شنطتين فخليني اورجيكم اياهم. رح اورجيكم الاولى، 1 2 3. اوكي هاي شكلها. هلا رح اطلعها عشان اورجيكم اياها اكثر. طبعا حبيت السنه اني اجيب لون شنطه سودا عشان تتحمل اكثر، لانه السنه اللي فاتت كانت شنطتي فاتحه، مع انه بغض النظر اني ما استخدمت شنطة الفصل الاول، مع اني انا ما استخدمت شنطة السنة اللي فاتت كتير، لانه كنت اروح بشنطة كتف. هاي شكلها، فيها النظام هذا، النقشة هاي اللي هي مربعات اسود بابيض. حبيت شكلها كتير. طبعا فيها هون سحاب كبير، وفيها كمان هون سحاب. ايوه هيك، في هون سحاب. في هاي البوستر، تمام. هاي الشنطة، وكمان بتفتح من هون زي هيك، هي محشة علشان تبين. واخر حاجة في كمان هون ورا سحاب بالشنطة. هاد سحاب علشان احط فيه مثلا ورق الامتحانات وهاي الاشياء. احكوا لي رايكم بالشنطه، حبيتوها وكم بتقيموها من 10؟ لسه في مفاجآت في قلب الشنطه، خليني اورجيكم اياهم. طبعا هاي الشنطه مش بس قطعه واحده، فيها كذا قطعه. خليني اورجيكم. اول اشي هاي الشنطه، اللي هاي اكتر شنطه انا بلبسها بالعاده، فحبيت نظام القطعه هاي اللي معاها. رح احكي لكم اياها من هلا. اغلب الفصل رح اروح في هاي الشنطه. رح تحكوا ليش؟ لانه هاي الشنطه بحسها اتقل وبتاخد اشياء كثيره، فبروح بهاي الشنطه وباخد كم شغله وبروح على المدرسه. هيها برضه نفس النقشه فيها، وعليها من هون ديتيلز هيك. تمام. لسه ما خلصنا، في كمان قطع. خليني اورجيكم. عدوا، هاي قطعه وهي كمان وحده، هاي صاروا 2. في كمان هاي زي بتشبه هذيك بس هاي اصغر. ممكن نخلي هاي حقيبه الطوارئ. طبعا هاي الشنطة زي ما ورجيتكم لسه ما خلصنا، في كمان قطع. في هون عندي مقلمة، بحب هيك المقالم بيجوا شكلهم هيك اسطوانة. رح تلاحظوا كمان شوي اني انا جايبة نفس الاسطوانة، هاي مقلمة بس هاي جاية مع الشنطة. وفي كمان هاي محفظة، ممكن احط فيها مثلا مصروفي، اشياء زي هيك. هيها كم قطعة صار في معي بالشنطة؟ اكتبوا لي هلا قبل ما اعد لكم اياهم، اكتبوا لي تحت بالكومنتات. خليني احكي لكم كم قطعة هاي معاها الشنطة. 1 2 3 4 5. متخيلين كم قطعة في الشنطة؟ 5 قطع. حبيت الشنطة هاي كثير، يعني بستفيد منها باشياء كثيرة. تمام، خلصنا من موضوع الشنطة الاولى. خليني اورجيكم الشنطة الثانية. شو رايكم اورجيكم شغلة احلى قبل الشنطة؟ اوكي. طبعا في هون شوز المدرسة. خليني اورجيكم الشوز هذا، بجنن حرفيا كثير حلو. خليني اورجيكم اياه. طبعا هلا رح تنصدموا انا عارفة. 1 2 3. واو، ايش رايكم بالشوز؟ الشوز نفس الشنطة، نفس قصة الشنطة بالضبط. شوفوا نفس القصة. انا كنت شايفة البوت قبل، بعدين شفت الشنطة فقررت اني اجيبهم التنين واعمل ماتشي معاهم. المهم احكوا لي رايكم فيهم. وهي الشوز، وهي الشوز من هون كمان شكله كتير حلو، حباه لونه ابيض واسود. اوكي، خلينا هلا اورجيكم الاشي اللي بعده. هلا رح افرجيكم الشنطة الثانية. ترى هاي الشنطة الثانية حبيت اجيبها، لا حسيت انها ناعمة وممكن استخدمها بالرحلات وهيك. ناعمة ما فيها اشي. هيها، وفيها بس من هون ضلفة هيك تفتح،
وفيها سحاب من هون. خليني اورجيكم شو بيجي مع الشنطة. بيجي معاها هاي الجزر الكيوت. جديد اكتشفت انه بيجوا معاها هاي، وفي كمان شغلة في هاي الفروة. اوكي احكوا لي رايكم بهاي الشنطه كمان. مين حبيته اكتر؟ انا بالنسبه لي حبيت الشنطه السوداء اكتر، وهذه كتير حلوه وناعمه، بس انه حبيت السوداء اكتر. هلا ليش اللي وراه برضه راح يكون بوت. ما تحكوا اني انا جايبه كتير بوات للمدرسه وهيك، بس هلا راح احكي لكم قصه هذا البوت. هداك البوت جبناه علشان الشنطه نعمل فيهم ماتشي ماتشي. اما هذا البوت هاي شكله اول حاجه بوت اسمه كوتشي. اختلاف في الاراء بالبوت والكوتشي بيني وبين ماما. عادي بوت، شوز، نعال، اي حاجه اللي يخطر على بالكم، يعني شوز او بوت او اي حاجه. تمام. طبعا هذا البوت او الشوز اللي انا جبته لونه رمادي. ليش جبت هذا؟ اول حاجه علشان عالي. طبعا هذا الشوز ماما اللي شافته وقالت لي شو رايك فيه، قلت لها حبيته، وصراحه كان نفسي من زمان هيك في بوت يكون الديتيلز تبعته. المهم وكمان هذا اللون ما عندي اياه فحبيت اني اجيبه، وكمان عالي لانه انا شوي قصيره فبفيدني كتير. تمام. هلا نشوف الاشي اللي بعده. طبعا جبت كمان شغله هي ما لها علاقه بالمدرسه، بس مش عارفه ايش جايبها بالظروف. المهم جبت هذه علاقه للشلات، لانه انا اكتر انسانه شلاتها مبعكشين ومرميين في كل مكان، فجبت هاي عشان اعلق عليها شلاتي كثير كبيره وبتاخد شلات بعلقها بالخزانه. فجبت هاي العلاقه علشان اعلق عليها شلاتي. هي ما لها علاقه بالمدرسه، بس انه شفتها وقلت لازم اجيبها. هاي اوكي. هلا في اشياء بتخص المدرسه. تمام. هون الشالة. طبعا كل سنة بجيب من نوع الشالة الجورجيت هذه او الشيفون. السنة حبيت اغير. طبعا جبت هذه النوعية من الشالة اللي هي قماش او بسموها عندنا لايكرا لانها بتمغط. تمام. جبت هاي الشالة لانه انا اكتر انسانة بجيب شالات ابيض، بستخدمهم كتير. وكمان انتظروني بفيديو اول يوم مدرسة، روتين اول يوم مدرسة. بجد رح تشوفوني بستايل جديد، نيو لوك رح يكون، ورح تنصدموا من الشكل النهائي تبعي، بس انتوا انتظروني لما تيجي المدرسة. اوكي. والاشي اللي وراه اشي كتير حلو، نظارة. جبت هاي نظارة شفاف عشان البسها على المدرسة. اصلا انا بقعد كتير على اللابتوب وهيك ان شاء الله رح اشوف نظري، بس هاي جبتها علشان الغبرة وانتوا عارفين وهاي الاشياء، لانه انا عندي مشكلة بعناية بتحسس، خصوصا لما بنيجي بننظف بالصاف وبكتب بالطباشير، فمختصرة من هاي كل الاشياء. فجبت نظارة. اوكي احكوا لي رايكم فيها. تمام. هيها ما تحكوا جايبه اشياء ما لها علاقه بالمدرسه. لسه جايه القرطاسيه وجايه الاشياء الثانيه. ايش في هون؟ في هون جرابات. جبت جرابين المدرسه. هيهم اتس اوكي. وهلا رح نبلش باهم الاشياء واللي هي القرطاسيه. طبعا ما رح اورجيكم لبس المدرسه لانه وديته اعمل عليه شويه تعديلات، فرح تشوفوني في اول يوم مدرسه. تحمسوا كتير زي ما حكيت لكم، رح تشوفوني بلوك جديد. فخلينا هلا نبلش بالقرطاسيه لانه طولت عليكم كتير بالاشياء الفاضيه. هي مش اشياء فاضيه ابدا. هلا نبلش بالقرطاسيه وهاي الاشياء. عندي اول حاجه الدفاتر. خليني اورجيكم. طبعا جبت دفاتر سلك. طبعا جبت هدول الاربعه دفاتر سلك. هدول الاربعه جبتهم للمواد الاساسيه لاهم مواد. اما المواد العاديه راح استخدمهم دفتر عادي، لانه صراحه دفتر السلك اتقل، فانا مش حابه اتقل الشنطه. فجبت بس للمواد الاساسيه عربي ورياضيات وانجليزي وعلوم. هاي الدفاتر. وجبت كمان دفاتر كتير كيوت وحلوة. اول حاجة هذا الدفتر سلك برضه. اول ما شفته حبيته، وخصوصا انه لونه بنفسجي. كل ما اطلع حاجة بنفسجي رح احكي لكم انا بحب البنفسجي كتير،
فهي شكل الدفتر، وكمان شكله كتير كيوت وحلو. فهي الدفتر كتير حلو سلك، وهي من جوا دفتر عادي. اوكي، وفي كمان هاد الدفتر، خليني افتحه واورجيكم اياه. هاد الدفتر بيجي مع قلم. تمام، هاد الدفتر نوت. واو، حبيت شكله من ورا كتير حبيت. هاي شكله من جوا، وبيجي معاه قلم، بيجي معاه كمان قلم. نيجي هلا للاشياء الثانيه، خلينا اورجيكم. جبت هاي الحافظه، طبعا هاي شكلها وهي لونها، احكوا لي رايكم فيها. هاي عامله زي كاسه ستاربكس، بتفتح هيك. بتفتح هيك، والوانها كتير كيوت وحلوه. نيجي هلا للشغله اللي وراها، واللي هي اللانش بوكس. جبت هذا اللانش بوكس بعيدا عن شكله من قدام. هاي اللانش بوكس طبعا عليه هاي الاشكال اللي انا ما حباها ابدا. طبعا هاي عامله زي ستيكرز، فانا راح ارفعهم وراح تشوفوا شكله النهائي كيف راح اخليه كتير حلو. فراح ارفع الستيكرز اللي هون واحط ستيكرز ثانيه. حادث ولا حاجه. عندي هون علبه اقلام ارصاص، طبعا انا ما بستخدمهم بس جايباهم هيك. باخذ مثلا منهم قلم احتياط، انا بستخدم اسنان وعادي بخليها لاخواتي لانه هم بيستخدموا رصاص. هاي اقلام ارصاص. تمام، في عندي هون الوان، طبعا هاي النوعيه من الالوان كثير حلوه. بجيب كمان الوان بستخدمها بالمدرسه، اما هذه بستخدمها للرسم بالبيت لانه بجد الوانها كثير غامقه، فانا بستخسر اخذها على المدرسه، بحب الون فيها في البيت. نيجي كمان عندنا هون اقلام هايلايت، طبعا هاي الاقلام حبيتهم كثير، الوانهم بارده. اوكي، هايهم. نيجي هلا لاشي ثاني. عندي هلا هون ستيكر نوتس، خليني اطلعهم مره واحده اورجيكم اياهم. طبعا عندي اول حاجه هذا الشكل اللي كثير كيوت، على شكل دائره وعليه قطه كثير حلوه. وعندي هاد كمان شكل ثاني، وعندي هدول فواصل للكتب للدفاتر لاي شغله، بس انه هدول على شكل فاصل هيك. فهمتوا صح؟ اوكي، وبس هذا كان الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم وحبيتوه. طبعا امبارح صورت الفيديو ولقيت النهايه مش موجوده، فجيت اليوم انهي لكم الفيديو. اكتبوا لي رايكم بكل المشتريات اللي انا اشتريتها، وانتظروني فيديوهات وسلسله المدرسه. حطوا لايك واشتركوا بالقناه، بحبكم كثير، وبس باي.